المعارض واغلب الناس النهارده اللي ابتدوا يعرضوا العربيات بالاوفر برايس، والاوفر برايس بقى بارقام كبيره. يعني في عربيات وصل اوفر برايس النهارده عليها 100,000 جنيه، وفي عربيات وصل اوفر برايس عليها 200,000 جنيه، والعربيات العاديه 50 60 40 على حسب. طيب انا حصل معايا موقف، كان صديق عزيز عليا جدا وكان بيشتري عربيه ميجان. بيشتري عربيه ايه؟ ميجان. الكلام ده امتى؟ الكلام ده بالظبط من حوالي 15 يوم. من حوالي قد ايه؟ 15 يوم. رحنا، كان العربيه الميجان دي كان عليها خصم تقريبا من 50 ل 60 الف جنيه، ويمكن حضراتكم انزلوا السوق واسالوا هتلاقوا الموضوع ده كان موجود. النهارده الميجان زادت في السعر الرسمي بتاعها 100,000 جنيه زيادة في السعر الرسمي ده، لسه بتضيف كمان الأوفر برايس بتاع العربية. فالرؤية بقى بتقول إيه؟ طول ما النافذة الجمركية مقفولة وعدم دخول السيارات للمدة المحددة طبقا لمصلحة الجمارك اللي هي بتقول إن مفيش عربيات هتدخل خلال من 2 ل3 شهور، ده هيؤدي لارتفاع اسعار السيارات تاني، وهترجع نفس الازمه تاني، وهنرجع نعيد نفس المشكله تاني، وهي الاوفر برايس، ونرجع نلف في الدايره المغلقه اللي احنا كل مره بنقول يا جماعه الاوفر برايس، يا جماعه الاوفر برايس، يا جماعه الاوفر برايس، فهنرجع في نفس الموضوع ده تاني. انت بقى النهارده كراجل مستهلك، او كراجل واخد قرار، او كراجل بتفكر اللي انت تشتري او ما تشتريش، عزمت فتوكل. خلاص انت نويت النية، خلاص مش مهم بقى، اتكل على الله واشتري. لان انت كل يوم بتصحى بقرارات جديدة، كل يوم بتصحى باخبار جديدة. احلى اسواني في الدنيا، يا نهار ابيض، تحية كبيرة قوي لاحمد الاسواني حبيبي، الله يسلمك والله، الله يسلمك يا حبيبي، انت نورت اللايف والله. فانت كل يوم بتصحى ايوه بقى، عاوزين نشوف قلوب كده ولايكات كتيره كده من الستة سبعة اللي معانا على اللايف، يعني الناس كلها مشكورين طبعا. بتصحى كل يوم الصبح بتلاقي اخبار جديده، بتلاقي قرارات جديده، فانت مش عارف سوق السيارات متجه لفين، رايح فين، جاي منين، محدش عارف. كل التوكيلات النهارده بعد ما كان بيبان الحجز مفتوحه اللي انت تقدر النهارده تحجز وتستلم العربيه، بيبان الحجز رجعت اتقفلت تاني. بعد النهارده ما كانت مفتوح للاستيراد الشخصي اللي انت تستورد عربيه، الاستيراد الشخصي اتقفل تاني طبقا للاي سي اي اللي هو النافذه الجمركيه. فالحاجه الوحيده اللي بتدخل المبادرات، والمبادرات النهارده بتتباع. طب انت النهارده عشان تدخل عربيه مبادره تدخل كام عربيه؟ يعني 50 عربيه؟ ده الرقم ده مش هو الرقم اللي متارجته السوق المصري. يعني عشان السوق المصري في العربيات صباح الفل، صباح الهنا، السوق المصري في العربيات سوق كبير جدا جدا جدا، مش 50 عربيه ولا 100 عربيه اللي هيساعدوا السوق في ان الدنيا تهدى. الكلام ده مش هيعمل حاجه. انت عندك النهارده المبادره اللي شغاله، الاستيراد الشخصي موقوف، الوكلاء عربياتها مش عارفه تدخلها، لب 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 لب، حاجات كتيره جدا 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 جدا. طيب فانا بقى هتقول لي رايك ايه؟ هقول لك رايي زي ما انا بقول لك كده، عزمت فتوكل. طب انت متردد؟ طب انت صباح الفل على عيونكم جميعا، انت متردد؟ طب انت لسه بتفكر؟ طب انت بتسمع كلام واحد صاحبك بيقول لك اصبر شويه؟ لا، خليك بقى زي ما انت كده خالص خالص، وخلي عربيتك معاك وحافظ عليها وصينها، وخلي بقى الموضوع معاك يعني ماشي واحده واحده. غير كده مفيش رؤيه لموضوع سوق السيارات خالص. تمام. صباح الخيرات يا حسام، صباح الفل يا حبيبي، احلى ناس في الدنيا والله، صباح الفل على عيونكم. انا مبسوط جدا 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 اللي انا موجود معاكم كده في اليوم الجميل ده صباحا كده، انتوا كلكم منوريني. صباح الفل يا ابو حميد يا جميل، صباح الفل محمد الكينج حبيبي. هدخل بقى في الجزئيه الثانيه، وهي جزئيه، بس يا ريت نركز ويا ريت نشير، لان ده هيبقى تحذير ونفهم الكلام اللي هقوله، لان الكلام ده جاي من جوه زي ما بيقول. عربيات ذوي الهمم او عربيات يعني اخواتنا المعاقين، كم كماين وكم لجان هتلاقوها في الشوارع الايام اللي جايه كتيره جدا جدا جدا، واظن هي اللي مقيم في مدينه نصر واللي مقيم في مصر الجديده هتلاقيه هو ملموس
ان الكمان كتيره جدا، وكمل متارجتين الموضوع ده، اللي هو ده هدف، وده يعني هيجي، يعني هيجي عشان تبقوا انتوا عارفين. فالموضوع مش هيعدي زي كل مره، يعني الموضوع المره دي مختلف عن كل مره. كل مره كان ممكن يبقى الكلام مجرد كلام، يجي كام حد كبش فدا وخلاص الموضوع خلص وتمام على كده. المره دي لا، المره دي قرارات، والقرارات جايه قرارات عليا يعني، فجايه بالضبط على طول والحزم في القصه دي. فالموضوع كبير جدا. انا يمكن امبارح لما انا اتكلمت معاكم على اللايف بتاع امبارح، لما قلت لكم ان انا كان عندي مشوار في مدينه نصر، الثلاث كباري في نزلتهم كان في كمين، واخر كمين لما الظابط وقفني فبقول له يعني يا فندم ده انا معدي على 2 كمين في نفس الشارع، يعني شارع الطيران، فليه ده كله يعني؟ فهو قال لي هو انت مش معانا في الدنيا ولا ايه؟ فبقول له لا والله يعني. قال لي لا احنا كمان اليومين دول هتبقى جديده، بما معناه يعني ان هم متارجتين العربيات دي كلها. طيب العربيات بقى اللي متارجته ضمن عربيات المعاقين، العربيات اللي انا هقول لكم عليها دي، وهي دي اللي عليها العين في الشارع. اول حاجه العربيه الهونداي الانترا اللي هي عندنا في مصر اسمها الانترا،